ازاي تصلح صحتك النفسيه. الحلقه الاولى: عقلك ما يعرفش مصلحتك، عقلك ما يعرفش ايه الاحسن ليك. عقلك بيقول لك ان الحاجات اللي بتعملها كل يوم بتديك سعاده. ليه؟ لانه مجرب. زي مثلا مشاهده الافلام الاباحيه، زي الفيديو جيمز، زي السكرولينج على التيك توك، تقعد تقلب في الفيديوهات. كل الحاجات دي بتديك سعاده، فهو فاهم ان الحاجات دي هي الاصلح ليك. وده ليه؟ ده لان عقلك ما بيعرفش يفرق بين حاجتين: البليشر والبين. ايه هو البليشر؟ البليشر هي المتعه اللي بتجيلك من الحاجه اللي بتعملها. اما البين بيجي بعد لما تبطل حاجة بتعمل لك متعة. كل ما البليشر يزيد كل ما البين يزيد. كل ما المتعة تزيد وانت بتتفرج على الإباحية كل ما الوجع بعد ما تخلص هيزيد، والحزن هيزيد، والقرف هيزيد على الحياة. كل ما السعادة والنشوة توصل في الفيديو جيمز كل ما الألم، كل ما الحزن، كل ما القرف هيزيد على دماغك. في حاجات استثنائية زي الجيم والتمرين هتحس بيها بالمتعة، بس لأن الألم بيجيلك وانت بتتمرن، ده بيسمى بالألم الإيجابي. عشان كده أول حلقة عرفنا فيها النهاردة إن العادة السلبية أو أي عادة غلط بتقلل من سعادتك، فعشان كده لازم تبطلها. ولو عايز تعرف تبطلها ازاي، انا هقولك في السلسله ديت ازاي تبطلها. كل اللي عليك دلوقتي بس انك تتابعني وتكتب لي هل الحلقه عجبتك ولا لا. ودي قناتي على اليوتيوب فيها فيديوهات كتير ممكن تعجبك، لو عايز تروح تمسي عليها اللينك في البايو. ولو عايز تساعدنا في الحلقات ممكن تيجي على انستجرام، بنعمل حاجات حلوه هناك كده في الستوري. سلام.